أهلا بيكوا في بين السطور. حاسس إنك مش فاهم نفسك، كل يوم بتعدي بمشاعر سلبية ومش قادر تشرحها، حاسس إنك بتهرب من جواك ومش لاقي حل. الفيديو ده معمول ليك. النهاردة هكلمك عن كتاب اسمه عيادة نفسية من داخل غرفتك. كتاب مش بيعتمد على كلام نظري، لكنه بيقدم 14 خطوة عملية لعلاج ذاتي حقيقي من جوه أوضتك، من غير دكتور ومن غير ما تقول لحد إنك مش بخير. خليك معايا وهقولك إزاي تتعافى وإنت لوحدك، خطوة بخطوة. الوعي الذاتي أساس التغيير. خلينا نبدأ من السؤال الأهم، أنت مين داخليا؟ وعيك لأفكارك ومشاعرك هو البوصلة اللي هترشدك في كل خطوة. الكتاب بيقول ابدأ بكتابة يوميات المشاعر، مش لازم تنسقها. حسيت بألم ليه؟ عشان الفكرة مش التعبير لكن الكشف. زي أنا حاسس بإحساس فاضي، حسيت إن مشاعري بتتقطع، يمكن من ضغط الجامعة أو مرض في الأسرة. هتلاقي نفسك بتكتشف انماط مش واعي بيها. ظلك النفسي، في جزء منك انت نفسك بتخاف تبصله، بس هو اللي بيحركك، هو اللي بيحرك ردود افعالك، تصرفاتك وحتى علاقاتك. الجزء ده اسمه ظلك النفسي. ايه هو ظلك النفسي؟ الظل هو كل الحاجات اللي جواك وبتحاول تخبيها، الغضب، الغيره، الانانيه وحتى الضعف. احنا بنتربى ان دي صفات وحشه فبنرميها جوه عقلنا وننكر وجودها، لكنها مش بتموت، بالعكس بتفضل موجوده في اللاوعي وتبدا تاثر علينا من ورا الستاره. زي ممكن تلاقي نفسك بتتضايق جدا من شخص شايفه متكبر، والسبب ان جواك جزء بيحب يبان او يتمدح، بس انت بتكبته. او تنتقد ناس بتتكلم عن مشاعرها لان في الحقيقه انت بتتمنى تقدر تعمل زيه. طب نعمل ايه؟ اول خطوه هي الاعتراف، انك تعترف بوجود الظل وتسمح لنفسك تشوفه من غير جلد. مش معناه انك تبرر التصرفات السيئه، لكن تفهم جذورها علشان تعرف تتحكم فيها بدل ما هي بتتحكم فيك. الظل مش عدوك، هو جزء منك، ولو عرفت تتصالح معاه هتقدر تعيش معاه بسلام اكتر مع نفسك ومع اللي حواليك. عندنا تقنية الجشتالت، الكرسي الفاضي. دي من اقوى التقنيات اللي بتخليك تحرر مشاعرك في لحظتها. ازاي نعملها؟ اختار مكان هادي، خلي اول حاجة تدخل بالك كرسي فاضي. تخيل ان الشخص اللي جرحك قايل لك الجملة اللي كان بيقولها، وبعد كده اكتب رد فعلك بوضوح. مش مهم تحضر الكلام في دماغك، المهم يتقال. زي انت فشلت، تقول لنفسك لا، انا ربنا حطني في مواقف وتعلمت من غلطاتي. هتلاحظ شحن وانفراج في نفس يوم التدريبات التانية. هل جربت قبل كده تحس انك شخصين؟ واحد جواك عايز تبطل عاده والتاني بيرجعك ليها، واحد بيقولك خاف والتاني بيقولك اتصرف. في الحقيقه ده مش جنون، ده طبيعي جدا. ورا السر ده حاجه اسمها انظمه الاسره الداخليه. تعال نفهمها سوا. الفكره ان كل انسان جواه اجزاء نفسيه كتيره، وده مش علامه اضطراب، بالعكس دي طريقه دماغنا في التعامل مع الالم والصدمات والمواقف المعقده. في نظريه الاي اف اس اللي بيشرحها دكتور شادي، في 3 انواع من الاجزاء. المديرون، دي الاجزاء اللي بتشتغل طول الوقت علشان تحمينا من الالم والفشل والاحراج. هدفهم الاساسي منع المنفيين من الظهور، زي صوتك اللي بيقولك لازم تكون مثالي، اللي بيخليك تشتغل كتير عشان تحس بقيمتك، اللي بيخوفك من الدخول في علاقات عشان ما تتجرحش. هم ناس شكاكين، قلقانين، بيتوقعوا الاسوأ، مش اشرار لكنهم شغالين زياده عن اللزوم. عندنا تاني حاجه رجال الاطفاء، دول بيظهروا لما المديرين يفشلوا، يعني لما المنفي يطلع فجاه ويخليك تتألم. رجال الاطفاء بيتدخلوا بسرعه عشان يطفوا الالم باي طريقه، حتى لو كانت مدمره، زي الاكل العاطفي، الفرجه على مسلسلات بدون توقف، الدخول في علاقات سطحيه، استخدام التليفون ساعات طويله، او حتى الادمان بانواعه. هدفهم مش المتعه، هدفهم يسكتوا المنفي باي ثمن. المنفيون دول الاجزاء اللي جواك شايله الم الطفوله، الخوف والخزي والفقد، الحسوا انهم غير محبوبين، مش كفايه، او اتجرحوا ومحدش سمعهم. بيكونوا مستخبيين والمديرون بيحبسوهم، لكن لما بيخرجوا بيظهر الالم بشكل قوي جدا، وده بيخوفك. ازاي نتصالح معاهم؟ الحل مش اننا نقضي على المدير او نطرد رجل الاطفاء ولا حتى نكتم المنفي. الحل هو اننا نبدا نتعرف عليهم ونفهمهم ونطمنهم. هدف العلاج بالطريقه دي هو ان الذات الحقيقيه ترجع تمسك القياده. زي ممكن تعمل تمرين عملي بالكتابه، كل ما يظهر سلوك مزعج جواك اسال نفسك ده صوت مين؟ مدير، منفي، رجل اطفاء. اكتب على الورقه انا شايف وجودك، شكرا انك بتحاول تحميني، جوانا مش فاضي، جوانا نظام بس محتاج نفهمه. كل جزء فيك ليه قصه، ليه سبب، وكلهم بيحبوك بطريقتهم، ولما تسمعهم من غير خوف هتوصل للسلام الحقيقي. ليه كل ما بترتبط بتحس انك مش كفايه؟ ليه لما بتبعد عن حد بتنهار؟ وليه دايما بتحس انك بتتعلق بسرعه او بتجري من الناس اصلا؟ يمكن المشكله مش في اللي بتحبه، المشكله في اسلوب التعلق اللي اتشكل جواك من الطفوله. كاتب هنا بيبدا يقولك ببساطه اللي انت بتعيشه في علاقتك مع الناس هو نسخه مكرره من علاقتك الاولى في حياتك، علاقتك بمقدم الرعايه، اب، ام، او اي حد كان مسؤول عنك. وده مش كلام انشائي، ده انماط نفسيه مثبته في علم النفس ومؤثره في كل تصرفاتك. النمط الاول التعلق المتناقض، اللي هو القلق. انت دايما محتاج تطمن، تبعت
رسائل كتير، تستنى رد، ولو الرد اتأخر 5 دقايق دماغك تلف وتفترض أسوأ السيناريوهات، خايف تسيبك فبتتعلق أكتر وبتطلب حب واهتمام بشكل ممكن يضغط الطرف التاني. مشكلتك مش في مشاعرك، مشكلتك إنك بتفكر إنك مش محبوب إلا لما أكون لطيف مضحي متواجد دايما. ده اسمه تعلق قلق. كتير من اللي تعرضوا لإهمال أو حب مشروط في الطفولة بيعيشوه. النمط التاني التعلق التجنبي أو الرافض. أنت شخص تفصل بسرعة أول لما تحس إن العلاقة قربت قوي بتبعد. أنت محتاج مساحة، وأوقات كتير بتحس إنك مش فاهم مشاعرك أصلا. الكاتب هنا بيقولك أنت مش بتهرب من الطرف التاني، أنت بتهرب من شعورك بالاحتياج، لأنك جواك فكرة بتقول لو حسيت هتتألم، ولو قربت هتتوجع. فالأمان بالنسبة لك هو البعد. أما النمط الثالث التعلق غير المنظم اللي هو الفوضوي، ده أخطر نمط وبيجمع بين الاتنين. ساعة بتبقى متعلق جدا، وساعة ترفض العلاقة كلها، تخاف من القرب وتخاف من البعد. الكاتب بيشرح ان ده غالبا ناتج عن تجارب طفولة فيها عنف، صدمات او فقد مفاجئ. المشكلة هنا مش بس في التعلق، المشكلة في الصراع الداخلي اللي مش مخليك تطمن ولا تتزن. رسالة الكاتب ليك في نهاية الفصل ان انت مش ملزم تفضل طول عمرك في نفس نمط التعلق. كل ما بدأت تفهم نفسك اكتر، كل ما بدأت تتحرر من خوفك وتبني علاقات امنة، مش بس مع الاخرين لكن مع نفسك كمان. حسيت بعيب فيك خلاك تعزل نفسك، في اللحظات دي مش انت اللي بتتكلم، ده طفلك الداخلي بيظهر جرح صغير. والكتاب بيقدم لك 6 تمارين فعالة تخليك تتعامل معاه. التمرين الاول قابل طفلك الداخلي. لما تحس انك تأثرت فجأة وقف، اسأل نفسك ايه الصوت ده، خد دقيقة تفكر فيه وسجل اللي عايز يقوله الطفل اللي جوانا. ببساطة خليه يعرف انك شايفه. التمرين التاني ابدأ الحوار معاه. افتح صفحة جديدة في دفتر، اكتب صوتك كأنك بتكلم صديق صغير. انت ضايع وعندك هم، قولي ايه هو اللي مضايقك بدون تحكم او نقد، اسمعه بس. التمرين الثالث اربط الماضي بالحاضر. لما تسمع صوت الطفل الداخلي ارجع لورا. امتى اول مره حسيت بالخوف ده؟ اكتشف الجرح الاول. الفكره النوع ده من الصوت متكرر من زمان مش غريب. التمرين الرابع امنح نفسك اللي كنت محتاجه وانت طفل. بعد ما تعرف مصدر الالم قول لجذرك القديم انا دلوقتي هنا عايزك تحس بالامان مش بالخوف. اتاكد انك بقيت الراعي اللي مكان الاهل اللي ما كانوش موجودين. التمرين الخامس استخدم التأكيدات. اكتب على ورقة انا كفاية بستحق اكون محبوب، اللي حصل مش ذنبي وانا مش غلطان، انا بحبك حتى لو غلطت، وكررها كل يوم بصوت واضح. التمرين الاول قابل طفلك الداخلي. لما تحس انك تأثرت فجأة وقف، اسأل نفسك ايه الصوت ده، خد دقيقة تفكر فيه وسجل اللي عايز يقوله الطفل اللي جوانا. ببساطة خليه يعرف انك شايفه. التمرين التاني ابدأ الحوار معاه. افتح صفحة جديدة في دفتر، اكتب صوتك كأنك بتكلم صديق صغير. انت ضايع وعندك هم، قولي ايه هو اللي مضايقك بدون تحكم او نقد، اسمعه بس. التمرين الثالث اربط الماضي بالحاضر. لما تسمع صوت الطفل الداخلي ارجع لورا. امتى اول مره حسيت بالخوف ده؟ اكتشف الجرح الاول. الفكره النوع ده من الصوت متكرر من زمان مش غريب. التمرين الرابع امنح نفسك اللي كنت محتاجه وانت طفل. بعد ما تعرف مصدر الالم قول لجذرك القديم انا دلوقتي هنا عايزك تحس بالامان مش بالخوف. اتاكد انك بقيت الراعي اللي مكان الاهل اللي ما كانوش موجودين. التمرين الخامس استخدم التأكيدات. اكتب على ورقة انا كفاية بستحق اكون محبوب، اللي حصل مش ذنبي وانا مش غلطان، انا بحبك حتى لو غلطت، وكررها كل يوم بصوت واضح لاعصابك وجروحك. التمرين السادس اذهب في موعد للعب. خد نفسك وقت تسترجع طفولتك، العب بالكوره، ارقص، لون، ارسم، اي نشاط بتحبه زمان. اللعب مش ترفيه، ده تعبير عن شفاء داخلي وحريه طفوليه جواك. نلخص الكتاب قدم لك 6 تمارين لتنمية حب واقعي بينك وبين جرحك القديم. قابل الطفل، ابدأ الحوار، اربط الماضي بالحاضر، امنحه اللي محتاجه واكد له برسائل داعمة، وعيش اللعب معاه. في الاخر الطفل الداخلي مش عبء ولا خصم، هو جزء منك نسيته دلوقتي، جه الوقت يخش معاك. ابدأ الرحلة دي وهتشوف ضحكتك لما تسمع قلبك براحة. الجزء السابع إعادة كتابة قصة حياتك. احنا مش بنختار طفولتنا بس بنقدر نختار ازاي نحكي عنها لنفسنا. الكاتب بيقولك لو فضلت تحكي لنفسك انك ضحية طول الوقت هنعيش كده فعلا، لكن لو بدأت تعيد كتابة القصة من منظور فيه تعاطف هتبدأ تشوف ان الطفل اللي جواك كان محتاج حب مش جلد، واحتواء مش تأنيب. جرب تكتب قصتك كأنك بتحكيها لصديقك، وبعدين أعد كتابتها من منظور الشخص المتفهم اللي بيحتوي الطفل اللي جواه. قول لنفسك انا كنت طفل صغير ومش كل اللي حصل ذنبي، انا النهارده اقدر اكون الشخص اللي كنت محتاجه زمان. قصة حياتك مش لازم تفضل نسخة واحدة، انت تقدر تبدأ من جديد وتكتب النهاية اللي تليق بيك. الجزء الثامن CBT. العلاج المعرفي السلوكي بيعتمد على معادلة CBT.
الفكرة والشعور والسلوك. الأفكار السلبية: أنا عبء على الناس، أنا مش كفاية، بدلهم بجمل جديدة: أنا إنسان بيمر بتجربة، أنا بستحق الدعم. التغيير الحقيقي مش بيبدأ من الظروف، بيبدأ من فكرتك عن نفسك. لما حاجة بتحصل لك أنت بتحس بحاجة معينة، ليه؟ هل كل حاجة بتحصل لنا بتسيب نفس الشعور؟ الكاتب بيقولك لا، لأن إحنا بنفسر الأحداث. علشان كده طرح نموذج ABCD يساعدك تسيطر على مشاعرك بدل ما هي اللي تتحكم فيك. فكرة الكتاب نموذج ABCD من العلاج المعرفي السلوكي، أول ما بتشتغل بيه هتلاقي إنك بتقرأ نفسك صح ومشاعرك بتبدأ تتحسن، وده لأنك مش بتسيب لما أي موقف بسيط يهزك غير مرشد على قلبك. الفصل كان محتواه الحدث: أي حاجة بتجرحك أو تخليك تحس بتوتر، زي حد اتجاهلك، حد واقف قدامك في الشارع. تاني حاجة فكرتك عن الحدث: انت مش بتتأثر بالحدث نفسه، انت بتتأثر باللي انت آمن بيه، زي ما تقول هو بيقلل مني، هو انا مش محبوب ابدا. تالت حاجة النتيجة، وهي شعورك وسلوكك الناتج عن الفكرة دي: ببقى زعلان او بتوقف الكلام بتفكر. رابع حاجة المجادلة، زي هل فعلا محدش بيحبني؟ هي دي الحقيقة الكاملة. المجادلة بتفصل بينك وبين المشاعر الضغطة. مثال عملي لكل اللي اتقال: صاحبك رد عليك متأخر، ده رقم واحد. تاني حاجة أكيد هو زعلان مني. رقم تلاتة حزين أو قلقان أو بتتشتت. رابع حاجة اسأل نفسك: يا ترى التأخير كان بسبب الظروف؟ الأدلة الواقعية بتقول إيه؟ لو كانت ليه ظروف صعبة هل ده بيخصني؟ الخلاصة: الكاتب بيقولك إن مشاعرك مش ربنا سلطها عليك، أنت بتصنعها بحكاية بتقولها لنفسك. ونموذج ABCD بيعلمك إنك تقف تسأل وتعيد قراءة الفصل بشكل عادل. تقنية الأعمدة الثلاثة: التراجع عن الخوف أهم من مواجهته دفعة واحدة. الكتاب بيقترح: دون خوفك، رتبهم حسب الأهمية، وابدأ بخطوة صغيرة، زي تخاف تتكلم في اجتماع، تقدم بس بجملة في الاجتماع الجاي. هتتكسر حاجز طبيعي بتأييد شجاعتك. انت طول عمرك بتحاول تتخلص من القلق أو المشاعر السلبية، طب جربت مرة انك تتقبلها؟ مش كل ألم لازم نلغيه، أوقات الحل مش انك تطفي النار، لكن انك تتعلم تمشي جنبها من غير ما تتحرق. الفكرة الأساسية في الفصل ده هو إن الكاتب بيقدم واحد من أقوى أساليب العلاج النفسي الحديثة: العلاج بالقبول والالتزام، ACT. وبيقول فيه إن المبادئ الأساسية الستة في ACT: واحد، القبول، بدل ما تهرب من مشاعرك اتعلم تتقبلها زي ما هي من غير مقاومة ولا جلد ذات. اتنين، الانفصال الذاتي: أفكارك مش حقيقية، لما تسمع صوت جواك بيقولك إن أنت فاشل مش لازم تصدقه. اللحظة الحالية: عيش اللحظة بدل ما تفضل عالق في الماضي أو قلقان من بكرة. الذات الملاحظة: في جزء جواك بيلاحظ أفكارك ومشاعرك، الجزء ده ثابت حتى لما كل حاجة حواليك بتتغير. خامس حاجة القيم الشخصية: الحاجة اللي فعلا بتهمك في حياتك خليك دايما فاكرها وخليها دليلك. العمل الملتزم: اتحرك ناحية قيمك حتى لو الطريق فيه قلق أو ألم، لأن التغيير بيبدأ من الالتزام. العلاج بالتعرض: بتتجنب حاجة مضايقاك، القلق بيحصل، زعلان من موقف، الكتاب بيقولك خوفك مش هيختفي لو هربته، لكن لو واجهته بكل خطوات بسيطة. العلاج بالتعرض هو تمارين تطبيقية بتتقدم فيها شوية خطوة بخطوة نحو خوفك، مش كله مرة واحدة. خطوات الكتاب للتعرض الذاتي: ارسم سلم الخوف، رتب المواقف اللي بتقلقك من الأقل للأعلى، ابدأ بالخطوة الأولى الصغيرة، اختار موقف صغير يناسبك دلوقتي، مش لازم تبدأ بالمواجهة الكبيرة. امسك الموقف لمدة قصيرة، خليه مدة ثابتة ما بين دقيقتين، كرر بكرة. واجه الخوف، كل ما واجهته قل خوفك، ركز على الإحساس اللي بيحصل جوه مش على النتيجة. التعرض مش عشان تنتهي من الموقف، هو فرصة انك تقول لمخك مش عايز اهرب، انا اقدر اواجه. التنشيط السلوكي: حاسس انك مش قادر تبدأ حتى ابسط الحاجات تقيلة، الكتاب بيقولك اوقات الفعل هو اللي بيولد المشاعر مش العكس. الفكرة ببساطة التنشيط السلوكي بيعتمد على انك تبدأ تعمل حتى لو مش حاسس بأي دافع. خطوات سريعة: اختار أنشطة بسيطة زي المشي، ترتيب السرير، شرب القهوة، اعمل حاجة واحدة بس كل يوم، لاحظ إحساسك بعدها حتى لو مفيش فرق كبير. التجارب السلوكية: هل عمرك شكيت في فكرة مسيطرة على دماغك بس عمرك ما جربت تختبرها؟ الكتاب بيقولك مش لازم تصدق كل فكرة بتيجي في بالك، جرب تختبرها. الفكرة إن العلاج المعرفي السلوكي بيقترح إنك بدل ما تصدق أفكار سلبية تجرب تختبرها عمليا من خلال تجربة سلوكية. إزاي؟ حدد الفكرة السلبية، مثلا لو كلمت حد هيحرجني. اتنين، خطط لتجربة بسيطة، كلم شخص، راقب رد فعله، وقارن النتيجة بالتوقع. كرر ده لحد ما تكتشف الحقيقة بنفسك. الرحلة دي مش سهلة، بس انت مش لوحدك فيها. جواك طفل محتاج يسمعك، جواك راشد واعي يقدر يعالج نفسه، جواك انسان حقيقي يستحق انه يتشاف ويتسمع ويتحب. لو الفيديو ده لمس حاجة فيه ابعته لحد بتحبه واكتب لي في الكومنت تمرين ناوي تبدأ بيه رحلتك، واحنا هنفضل هنا دايما نقدم لك كل اللي بين السطور. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وسبسكرايب.